مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في هذا الفيديو الجديد من قناتكم بلاوغرانا نيوز. بيدري والكرة الذهبية، هل حسمت قبل الأوان؟ برشلونة يتوصل لاتفاق مع نيك ويليامز. ولكن قبل أن ندخل في التفاصيل مشاهدينا الكرام، إذا كنتم من عشاق النادي الكتالوني ومهتمون بآخر أخبار ومستجدات برشلونة، ففضلا وليس أمرا لا تبخلوا علينا بالضغط على زر اللايك والاشتراك بالقناة. إلى التفاصيل. في موسم كروي استثنائي، لا صوت يعلو فوق صوت بيدري. النجم الشاب أصبح المحرك الأول لبرشلونة وصانع الفارق في كل لحظة حاسمة. ومع اقتراب النادي الكتالوني من تحقيق الثلاثية التاريخية، الدوري ودوري الأبطال وكأس الملك، بدأت الأنظار تتجه نحو جائزة الكرة الذهبية، والجميع يتساءل: هل توج بيدري فعليا قبل أن يعلن اسمه؟ الأرقام تتحدث عن نفسها: تمريرات دقيقة، تحكم وسط مذهل، حس تهديفي متطور، وقرارات حاسمة في اللحظات الكبيرة. بيدري لم يعد مجرد موهبة واعدة، بل نضج ليصبح اللاعب الأهم في مشروع برشلونة الجديد. وإن استمر الفريق بنفس النسق ونجح في حصد الثلاثية، فسيكون من الصعب على أي لاعب منافسة بيدري على الكرة الذهبية. برشلونة يتوصل لاتفاق مع نيك ويليامز في خطوة تعد مفاجأة مدوية في سوق الانتقالات. كشفت مصادر مقربة من النادي الكتالوني أن برشلونة توصل لاتفاق مبدئي مع النجم الإسباني نيك ويليامز جناح أتلتيك بلباو للانضمام إلى صفوف الفريق في الصيف المقبل. وبحسب التسريبات، فإن المفاوضات بدأت منذ أسابيع بين إدارة برشلونة وممثلي اللاعب، وتم التواصل إلى اتفاق على البنود الشخصية على أن يتم تفعيل الشرط الجزائي في عقده بنهاية الموسم. اللاعب البالغ من العمر 21 عاما يعد من أكثر المواهب الواعدة في الليغا، ويملك كل ما يحتاجه هانز فليك لتدعيم الجناح الأيسر بسرعته، مهاراته الفردية، وقدرته على خلق الفرص. نيكو لا يكتفي بالمراوغة، بل يتميز أيضا بوعي تكتيكي يجعله مناسبا جدا لأسلوب برشلونة الذي لا يزال ينافس على الثلاثية هذا الموسم، لا يرغب في تشتيت الانتباه أو تشويش الأجواء داخل غرفة الملابس. لذا يتوقع أن يتم تأجيل الإعلان الرسمي إلى ما بعد انتهاء الموسم، ليكون نيكو أول صفقات الميركاتو الكبير للبارسا. بلاوغرانا نيوز، شكرا على المشاهدة.